عملت لكم احلى فرخه ممكن تتخيلوها. فرخه محقونه بالصوصات يا جماعه، محقونه جوه الصدر وجوه الورك بالصوصات. بتطلع العصاره بتاعتها ومنظرها خيال خيال. والطعم مش عايز اقول لكم بقى، مش عايز اقول لكم الطعم حكايه. الكلام الحلو ده يا جماعه يستاهل منكم لايك وفولو واعاده نشر الفيديو. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنجيب عندنا اي بوله، وننزل فيها بحوالي معلقتين زبده كبار، وننزل عليها بكوبايه ميه متدوب فيها مرقه فراخ، وننزل عليهم بعصير ليمونتين، ونخلي الزبده تدوب بس احنا مش عايزينها تغلي. يعني اول لما الزبده تدوب كده نرفعها من على النار ونسيبها لحد ما تبرد. ونيجي بقى للمرحله الثانيه، نجيب عندنا فرخه بيضه مغسوله ومتنضفه، والمقص بتاع الفراخ، ونيجي من عند الرقبه من الجنب هنا كده ونقص، ونكرر الموضوع من الجنب التاني برضه. اهو فردنا الفرخه بالمنظر ده كده بتاعتنا. نيجي بقى للمرحله الاهم، الزبده بتاعتنا بعد ما بردت هي والمرقه هننزل عليها بمعلقه سكر بني، معلقه كبيره، وننزل عليها بحوالي معلقتين كبار من بهارات الكيجن. اهي يا جماعه بهارات الكيجن دي، وندوب الكلام ده كله كويس قوي في المرقه دي. نسيت حاجه مهمه، حبه من السيراتشا صوص. اللي بيحبوا السبايس يا جماعه اوعوا تنسوها. ندوب الكلام ده كله مع بعض تاني، وتيجي بقى هنا لمرحله الحق. نملى السرنجه بتاعتنا بالمحلول ده، ونيجي في الصدر ونحقن، ونيجي في نقطه تانية ونحقن. ننوع كده يا جماعه، ونكرر العمليه في الصدر التاني، وفي الوراك نفس الكلام. اضرب. دي خرقتني وبهدلت الدنيا يا جماعه. احنا بنحقن في اللحم نفسه، مش بنحقن تحت الجلد. عسل قوي كده. ننشفها بقى، ننقل بقى الفرخه بتاعتنا على شبكه فوق الصينيه كده بالمنظر ده، ونرشها بملح خشن. نرش الجلد بملح خشن. الحركه دي يا جماعه هتديلنا طبقه جلد مقرمشه كده وكراست جميله جدا. بس كده يا باشا، ندخلها زي ما هي مكشوفه كده على الرف بتاع التلاجة ليله كامله. وادي الفرخه بتاعتنا الجميله بعد ما قعدت ليله كامله في التلاجة. ما تجريش، خليكي قاعده هنا. المهم يا باشا هنحطها على شبكه على صينيه، ونحط في الصينيه دي حبه ميه سخنه، ونجيب بهارات الكيجن اللي اشتغلنا بيها، ونتبل الفرخه بتاعتنا بيها كلها كده زي الفل. هندخلها بقى الفرن بتاعنا على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص لمده ساعه ونص ساعتين، او لو عندنا الترمومتر نظبط درجه الحراره على 74 سيليزيوس. الفراخ بتستوي على 74 سيليزيوس. نجيب الترمومتر بتاعنا ونظبطه، ونحطه في اتخن حته فيها فراخ، في اعمق نقطه، واهم حاجه ما نوصلش للعظم. بس كده، وندخلها الفرن. وانا هقول لكم برضو خدت معايا وقت قد ايه بالترمومتر بالظبط. وادي الفرخه بتاعتنا الجميله يا جماعه بعد ما خرجت من الفرن، قعدت حوالي ساعه ونص في الفرن.